واحدة اتطلقت علشان الخيارة دي. لا مش دي، الخيارة دي. هقول لكم ازاي، بس الاول صلوا على النبي. اولا الحمد لله ان القصه دي فيه شهود عليها علشان ما حدش يقول انت بتالف من دماغ. واللي حصل ان في حد معرف اتكلم معايا في اغرب حاله طلاق هو اتدخل لحلها. قال ان في واحده زوجها شغال في العماله بيطلع من بعد الفجر وبيرجع على اخر النهار، ومن محبين الخيار اللي هو في اغلب الاكلات عايز يكون موجود على الصف، وكل يوم هو بيديها الفلوس يوصيها تجيب خيار، خصوصا الخيار اللي هو حجمه صغير. واحد من الناس اللي حضرت الخيار اللي هو له طعم وريحه، اللي بالبلدي كده كان بيرطب على المعده اكتر من البطيخ دلوقتي، ومش اي حد هيفهم كلامي غير اللي اكل الخيار بتاع زمان مش بتاع دلوقتي. المهم هي الصبح بدري كانت تجيب الطلبات بتاعتها ومن ضمنهم الخيار، تحطه في الثلاجه على ما يرجع صاحبنا من الشغل. المهم مجرد ما يرجع يبص، مش هو الخيار الصغير ده اللي انا وصيتها عليه، بالبلدي كده الخيار الجرايه. طبعا يجي صاحبنا من الشغل يبص، مش هو ده الخيار اللي قال عليه، حجمه مختلف وشكله مختلف، ولا طعم ولا ريحه ولا حتى يتاكل. المهم قال لها انا مش منبه عليك ومأكد عليك نوع الخيار اللي تجيبيه، ايه اللي انت جايباه ده؟ مين اللي ضحك عليك واداك الخيار ده؟ الرد منها هو اللي عصبه اكتر، لانها قالت مش ده الخيار اللي انا جبته، والله انا جايباها اصغر من كده. المهم قال لها يعني حد بدل، وحد جاء اخذ الخيار اللي في الثلاجه وحط خيار تاني وعدى الموضوع، وبعد كده تجيب الحاجه اللي انا اطلبها منك بالظبط. وبالفعل تاني يوم طلب منها نفس الطلب واكد عليها. طلعت هي الصبح جابت الطلبات ومن ضمنهم الخيار، طلبوا اللي هو قاله. رجع على اخر النهار لقاه نفس الوضع، الخيار شكله مختلف يسد النفس بالبلدي كده محدش ياكل. زعق طبعا معاها على كلامه اللي ما بيتسمعش وعلى الفلوس اللي يعتبر بتترمي في الارض. مشكله زادت ما بينهم، كلمه من هنا على كلمه من هنا، لا مش هو الخيار اللي انا جبته، هي تنكر طب ما هو قدامك، يتعصب اكتر. تقريبا رمى عليها يمين الطلاق. المهم ان هي سابت البيت وراحت عند بيت اهلها. المهم تاني يوم هو قرر ان هو بنفسه يجيب الخيار ده ويشوف ايه الوضع، وعلشان برضه يشاهد الجيران اللي سمعت بالمشكله ويعرفهم ان هي اللي غلطانه وما سمعتش كلام. وقبل ما اكمل لك الموضوع معلش استحملني، هاخدك لواحد صاحبي اتكلم معايا كان بيرش المحصول بتاع الخيار، مش رش ميه، لا ده رش الحاجات السام، خصوصا لما يكون مش في الموسم بتاعه. اصل كل فاكهه وكل خضار ليهم موسم معين. ده اللي اشتغلت في المزارع دي وكنت بمشي ارش المحصول بتاع الخيار، اقسم بالله انه كان لسه يا دوبك لسه طالع اهو يرشه، تاني يوم اجني وبيع. قال لي بقدرة قادر الخيارة اللي لسه طالعه قد كده تاني يوم تبقى قد كده، واجني يا باشا وبيع للناس. وبرضه دي شهاده تحاسب بيها قدام ربنا. بالفعل كنا نجيب الخيار مش في الموسم بتاعه، الصبح نجيب خيار صغير، على اخر النهار لما نيجي ناكله لا الحجم اختلف، وتمسك الخياره منهم مفيش ثواني الا وتبقى في ايدك زي الميه، حاجه كده تقرف ان انت تاكلها. حتى التجار نفسهم اللي بيروحوا يجيبوه من المزارع بيجيبوه من المزارع حاجه، وبعد يوم واتنين عندهم حتى لو في الشكاره حجمه يختلف تمام، واللي بيبيعه عارف انا اقصد ايه بالظبط. المهم صاحبنا اشترى الخيار ده وراح جابه بنفسه. طبعا حاجه مبسوط بيها اهو، ادي اللي انا باكله، ادي الحاجه اللي انا عايزها، ادي الحجم اللي يتجاب، مش نرمي فلوسنا في التراب كده وخلاص. عمل ان هو برم وان هي كدابه وان هي كانت بتضحك عليه الى اخره. المهم جه على اخر اليوم يبص كده على الخيار اللي جابه اللي هو المفروض صغير، لا حجمه اختلف. ايه ده؟ ايه اللي حصل للخيار؟ يعني ده انا مشتريه بنفس الصبح ما كانش كده، ايه اللي حصل؟ المهم عرف ان هو اتسرع في كلامه في الحكم عليها وراح عند بيت اهلها ورضاها وردها تاني. القصه حقيقيه يا جماعه، بس المستفاد منها ما تتسرعش في الحكم على حد، وما تشتريش برضه نوع الفاكهه او الخضار اللي مش في الموسم بتاعه. في اصحاب مزارع منهم لله قبل ميعاد المحصول يجي ايه يفضل يرش فيه ويديله سموم علشان يطلع بدري ويبيعه بالغالي للناس، بالظبط زي انواع الفواكه والخضار اللي هي في الصيف وبنلاقيها في الشتاء، او بتلاقيها قبل ميعادها في الصيف والعكس. وبالنسبه للخيار فانت لو ناوي تشتري اشتري الايام دي علشان ده الموسم بتاعه. شكل الخياره حلو، يعني بص اللون بتاعها ده غير الطعم والريحه برضه هتلاقيه مختلف عن اللي بيطلع بدري، ومش هيتعبك يعني باذن الله لما تاكله وتحس بانتفاخ وفي حاجه غريبه دخلت بطنك. بس كده، وما تنسوش زي ما قلت لكم تصلوا على النبي وتعملوا مشاركه للفيديو ده. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.